والناس بتقول مالناش. ازاي حضرتك يا دكتوره؟ النهارده معانا الدكتوره امل النوبي، رئيس مؤسسه بدايه امل للتنميه. هذه المؤسسه رغم انها بدات عام 2020 ورغم ذلك المؤسسه قدمت اعمال كبيره وجليله تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقه. وقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف من يشاء. معنا الدكتورة أمل النوبي رئيسة المؤسسة التي لا تدخر وقتا ولا جهدا. هو المستشار عاصم الأنصاري أمين عام المؤسسة. صراحة يعني جهد خارق جامد جدا في رمضان خاصة. بيتواجدوا هنا في مطبخ مؤسسة بداية أمل من الساعة 7 الصبح حتى الإفطار. المقر الموجود في بوابات الأهرامات بمحافظة الجيزة، والمطبخ موجود فيه. ومن هذا المطبخ بيقدموا وجبات ساخنة. نتعرف بحضرتك يا دكتورة ممكن؟ أمل النوبي رئيس مؤسسة بداية أمل. كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم. عباد الله عليكم بالخير وجميع احنا فرع جديد في حدائق الأهرام تم افتتاحه يوم 1 رمضان، وإعلان مشاركة مع مؤسسة مصر الخير في تحضير وجبات سخينة خلال شهر رمضان. قد إيه كده يا دكتورة؟ يعني 700 وجبة يوميا، حدود 21,000 وجبة خلال شهر رمضان. رقم كبير جدا اللي الدكتورة بتتكلم عليه، 21,000. وربما أنا أعتقد في رأيي الشخصي إن ربما يصل إلى 25,000 مع نهاية الشهر الكريم بالمجهود اللي أنتوا عاملينه يا دكتورة. لا، هو ده من خلال مؤسسة مصر الخير بالشراكة مع مؤسسة بداية أمل، ولكن احنا في فرع الفيوم يعني 150 وجبة يوميا، وفرع سوهاج 250 وجبة يوميا إن شاء الله. هيتعدى أكثر من 35,000 وجبة إن شاء الله. خلال شهر رمضان. طيب مفيش وجبات جافة كرتونة شغل بتوزعوها؟ يعني حوالي 1200 كرتونة رمضان في مقر شيراتون وخلال محافظة الجيزة برضه 1200 كرتونة خلال شهر رمضان. رقم برضه كبير جدا يا دكتورة، 1200 كرتونة تموينية في رمضان. والكرتونة يعني سعرها تقريبا أكثر من 400 جنيه الكرتونة. رقم كبير ورقم يعني رائع المؤسسة الحقيقة الكرتونة يتم شرائها بحدود 500 جنيه ويتم توزيعها مجانا 100%. الحمد لله. الحمد لله. ما بتوزعوش مثلا صدقات أو إعلانات شهرية أو في رمضان قدمتوا حاجة؟ لا، احنا شهريا بيتم توزيع 30,000 جنيه كفالات شهرية على الأيتام، ولكن رمضان تم توزيع حوالي 70,000 جنيه كفالات وزكاة مال. طيب هل في أجهزة تعويضية قدمتوها لذوي الاحتياجات الخاصة في شهر رمضان أو غير شهر رمضان؟ طبعا يعني دي حاجة ما بنتوقفش عندها أبدا ومستمرة خلال شهر رمضان. بس يعني حوالي 5 أجهزة تعويضية أطراف صناعية، حوالي 8 كراسي كهرباء و15 كرسي عادي و5 سماعات طبية تم توزيعها خلال شهر رمضان فقط. من خلال المحافظات المختلفة اللي فاتحة فروع لنا. الحمد لله. تعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أفضل الصدقات سقي الماء.
هل الجمعيه بتشارك في هذا العمل الجليل؟ خلال السنة يعني شهريا بنعمل سقيا ماء، طرمبات وموصلات مية. في خلال ال10 أيام اللي فاتوا عملنا حوالي 15 وصلة مية في محافظة سوهاج ومحافظة الفيوم. ما شاء الله مجهود كبير ورائع، مش جمعيه لسه بادئه في 2020، دي جمعيه بادئه بقالها 20 سنه. يعني ما شاء الله على الجهد الخارق اللي انتم بذلتوه صراحه. يعني حضرتكم مستر عاصم والمجموعه اللي في المؤسسه النشاط الكبير ليهم، وفي ميزان حسناتكم الله عز وجل سبحانه وتعالى بيكافئ الناس، خاصه التعامل مع الصدقات ومع ذوي الاحتياجات الخاصه ومع الفقراء والايتام والمساكين. احب اشكر حضرتك، مش عايزين نطول حضرتك النهارده حفل الافطار اللي حضرتك عملتيه النهارده لذوي الهمم، ل 50 اسره من ذوي الهمم الشباب واسرهم في مقر بوابات الاهرامات. افطار كان رائع صراحه، حفل جميل جدا، وقدم فيه الفرقه الفنيه عرض رائع جدا، وكان بحضور الفنانه العظيمه الاستاذه سهير المرشدي. شكرا جزيلا. كان معكم دكتور مجدي الناظر، بوابه عاجل مصر، برنامج من الاخر. شكرا جزيلا لحضراتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رمضان كريم